السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسماء من المعاني الجميلة التي يجب على كل زوجان أن يحرصوا على تسمية أطفالهم بها، وأن يختاروا اسما مناسبا له حتى يفتخروا به في يوم من الأيام. وحرصا منا على ذلك سوف نتناول في سلسلة معاني الأسماء كل يوم باسم جديد ونحاول توضيحه وتفسيره. واليوم معنا بإذن الله اسم أمل. اسم أمل من الأسماء الجميلة، هو اسم مؤنث علم عربي، هو مؤنث ومذكر. يعني ايه مؤنث ومذكر؟ يعني هو الشائع الاسم امل او المعروف في 90% من الناس ان اسم امل مؤنث، بس في قله قليله بتسمي امل مذكر. في رجاله ليهم اسامي اسم امل، وهو اسم ليه معاني كتير قوي زي التفاؤل، التطلع للافضل، الرجاء يعني. وفي مضمون او معناه الامل في الحياه، هو يديك الامل في الحياه والرغبة في الحياة. يعني هو اسم كله مليء بالتفاؤل. ذكر في القرآن مرتين ولم يذكر في الأحاديث النبوية. وفي اسم أمل ده من الأسامي المشهورة جدا جدا في الوطن العربي وبالأخص في شمال أفريقيا. وبرضه هرجع أقول في قلة قليلة أوي اسمهم أمل، برضه للتوضيح عشان في ناس كتير لما كنت بكلمهم في الموضوع ده مش مصدقين إن في أمل مذكر، قلة قليلة جدا. اسم ظريف وانصح الناس اللي تسمي بيه، واسم من قديم الازل وفي الحاضر، وكل ده ما لدينا في اسم الأمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.